لاله العيالات السلام عليكم. واش فات لك عشتي بحال هذا الموقف؟ كنتي مع شي حد قريب لقلبك، شي حد عزيز كيغرقك مشاعر حب اهتمام، كتحسي براسك اكثر حاجه مهمه عنده في الحياه. وهذا الانسان اللي كان في كل وقت مسالي ليك معمر حياتك، حرك عندك مشاعر الحب بلا مقدمات، كيولي يتجاهلك، ما كيردش على ميساجاتك، ما كيجاوبش في التليفون، وإلا جاوب كاع كيجاوب ساعات من بعد وكيقول لك بلي راه ما مساليش. بحال هاد المواقف وزيد وزيد كنتي مكمل في حياته بحال انت ما كايناش. انت كتولي تشكي في راسك، كتولي تقولي ياك ما درت شي حاجه، واش انا غلطانه، واش زقلتها في شي كلمه، تتولي تلومي راسك وترجعي لكل لقطه في الذاكره ديالك، كتحاولي تفهمي شنو واقع وهو ساكت. يا لا الا ما كنتيش عارفه شنو هو، هذا هو الصمت العقابي اللي كنتي كتسمعي ليه بيديداته ورجيلاته. هو من اخطر الحوايج اللي ممكن تعيشيها في شي علاقه، حيت ما كيخليش لا تخاس في الذات، ولكن كيجرح في الداخل، كيجرح في القلب، في العقل، في الثقه في النفس. الا كنتي فايته عايشه هذا الشيء ولا سامعه به، بقاي معايا حتى الاخر، اجي جلسي حدايا، ديري واحد المسند مورا ظهرك وارتاحي. غادي نمشيو نحلوا عبيناتنا على هذا الخطر ونوقفوه قبل ما يفوت الفوت. مرحبا بك في لاله العيالات، هذه المساحه الامنه بالدارجه المغربيه اللي كنهضروا فيها على كل حاجه كتقدر تشغلك، كل ما كتحسي به، كل ما كتفكري فيه. هنا صوتك مسموع وحكايتك هي حكايتنا. شاركي معنا، عاودي لينا، حنا هنا باش نكونوا سند لبعضياتنا. اجي لاله نبداو الفيلم من الاول، نعرفوا علاش الرجال كيديروا الصمت العقابي، ومن قبل غادي بعدا نعرفوا شنو هو هذا الصمت العقابي. ونبداو بواحد النقطه مهمه بزاف، بان ماشي اي صمت هو صمت عقابي. كاين اللي كيتعصب ولا كيحس براسو غادي ينفجر كيبدل ساعه اخرى، يقول لك اسمحي لي محتاج شويه د الوقت نمشي نهدا ومن بعد نهضروا. هذا الصمت هو صمت صحي، كيجي من انسان عنده وعي براسو وعنده التقدير ليك والاحساسك، فيه احترام ليك، ومبين نية انه غادي يرجع يهضر ملي يكون قادر يهضر بطريقه امنه ليكم بجوج. اما الصمت العقابي فهو حاجه اخرى مختلفه تماما. هو ملي الواحد كيسكت عليك بالعاني وما كيهمش في هذه المعادله اشنو كتحسي به انتي، وماشي غير باش يهدى، ولكن شي مرات باش يعاقبك، باش يخليك تحسي بالذنب، باش يتلاعب بك نفسيا حتى تولي انت اللي كتجري موراه وتراضيه. كيكون عارف بلي انت ما تقدريش على التجاهل وغادي تضرك اللامبالاه ديالو، وكيستعمل هذا الشيء كسلاح. الفرق بيناتهم بجوج نقدروا نختصروه هكا. الصمت الصحي الانسان اللي كيعرف يقول انا مقلق، انا كاين، محتاج نتنفس وغادي نرجع نهضر، اللي كيكون حاطك في الصوره واللي كيكون مراعي المشاعر ديالك حتى انتي. وفي الصمت العقابي غادي يسكت عليك حتى تحسي براسك انتي المشكل وتجي انتي تراضي ودادي. وهذه نقطه مفصليه. الصمت الصحي وسيله تواصل، اما الصمت العقابي وسيله تحكم وسيطره عاطفيه. بالدارجه ديالنا كيكون هدفه انه يركب لك للجام. دابا نجي للسؤال اللي كيطرح راسو، علاش كاين رجال اللي كيديروا هذا الشيء؟ وهنايا خاصنا نتفاهموا بعد على واحد النقطه. انا ما تنشرحش باش نحاول نلقى لهم الاعذار، انا مآمنه بان الفهم كيعطيك القوه، حيت ملي غتفهمي الدوافع غتعرفي فين كاينه المسؤوليه ديالك وفين ماشي مسؤوليتك. خليك عاقله على هذه النقطه حيت غادي نرجعوا ليها من بعد. الراجل يمكن يدير الصمت العقابي بزاف ديال الحالات. كاين واحد النوع من الرجال اللي كيقدر يكون ما تعلمش يهضر على المشاعر ديالو. احنا عارفين بان كاينين بزاف ديال الرجال كبروا في عائلات ما فيهاش مساحه ديال الهضره على النفسيه ملي كيكون صغير. الله يحسن العوان، هادشي للاسف حاله بزاف ديال عائلاتنا المغربيه.
وملي كيكبر كيعيش شي مشكلة ولا كيحس بالغضب ولا بالجرح، ما كيكونش عنده واحد اللغة اللي يقدر يعبر بها، كيهرب لأبسط حل كيعرفو، كيهرب للصمت. يمكن تكون الحالة ديال الراجل عاوتاني اللي كيخاف من المواجهة ومن لو كونفلي. كتلقاي بعض الرجال اللي كيخافوا من النقاش الصعيب، يخافوا يبانوا غلطانين ولا يبانوا ضعاف ولا يضطروا يجاوبوا على أسئلة أصلا ما باغيينش يجاوبوا عليها. كيقول مع راسو إلا سكت غادي تهدى، غادي يبرد هاد الشيء، غادي يدوز. ولكن في الحقيقة ماشي كيدوز، في الحقيقة هاد المواقف كتراكم والحيط كيزيد على بيناتكم، والمشكل اللي كان بسيط يقدر يتحل في والو كيكبر ويقدر يهدم حتى كلشي اللي بيناتكم. كاين عاوتاني نوع آخر ديال الرجال اللي يكون موالف في تجارب أخرى باللي الصمت كينفع. إلا من صغرو ولا حتى في العلاقات الأولى ديالو لقى بلي ملي كيسكت الناس كيتنوغشو، كيوليو يلومو راسهم، كيوليو يجيو يراضيوه، كيولي مقتنع داخليا باللي السكت ديالو قوة. إلا بغى شي حاجة غير يسكت، وكيولي كيستعملو كسلاح بلا ما يفكر في الثمن النفسي اللي كتخلصيه انت. وحتى لهنا يمكن نقولوا أن السكات هو آلية الدفاع كتحرك عنده بلا ما تكون مقصودة وبلا ما يدخلك في حسابه واش انت غادي يضر بيك ولا لا. هادشي ما تيبدلش حقيقة أنه كيبقى خطر عليك. دابا نجيو للرجال اللي تيستعملوا الصمت العقابي مع سبق الإصرار والترصد في حالات أخرى. يقدر يكون راجل اللي دخل العلاقة أصلا باش يدوز الوقت، كتلقى من الأول ما كانش معقول في العلاقة، كبا غير يدوز الوقت، وملي لقاك عارفة شنو باغية وما كتقبليش بالبين وبين هرب بالصمت، حيت ما قدرش يواجه الحقيقة ديالو وماشي قوي باش يكون معك صريح. ملي كتطلبي منه الالتزام ولا ملي كتسولي على المستقبل، ملي كتبغي الوضوح كيسكت. في هاد الحالة الصمت ديالو أكبر اعتراف باللي راه ماشي ليك. ونجيو دابا الأخطر واحد، الراجل اللي كيستعمل الصمت باش يتحكم عاطفيا فيك وعن وعي. هنا كندخلوا لمنطقة حساسة. نوع ديال الرجال كيعرف مزيان باللي الصمت ديالو كيدمرك من الداخل، وكيستعملو واعي باش يطيح من قيمتك. كيسكت نهار، جوج، سيمانة، كيعرف باللي دماغك غادي يبقى يوسوس ليك، قلبك غادي يتحطم، وتيولي أسهل أنك تقبلي بشروط. وهذه هي اللحظة اللي غادي يبدا يتحكم فيك ويدلك، يمكن يلومك ويغلطك واخا يكون هو الغلطان، وكتولي انت هاد بنادم اللي تمنيتيه حبيب تيلغيك، كيتحكم فيك، كيستنزفك ويهلكك عاطفيا نفسيا ويمكن حتى جسديا. من بعد ما عرفنا كل شيء هادشي، خلينا نعاودو نأكدو بأن الصمت العقابي راه عنف، واخا ما كاين لا غوات لا ضرب، هذا عنف نفسي واللي خاصك تفهميه هو ان السبب ما كيبررش الالم اللي كيدخلك فيه. ماشي ذنبك انه ما كيعرفش يتواصل، ماشي ذنبك تجاربه السابقه، ماشي ذنبك الوسط فاش عاش، وماشي مهمتك انك تخرجيه من اي نوع من هاد الحالات اللي هضرنا عليهم. الواجب الوحيد اللي عليك هي تحمي راسك من الاثر النفسي ديال هذا التعامل. وباش تفهمي مزيان هاد النقطه هذه، اجي نشوفوا شنو اللي كيوقع فيك انت من الداخل. حيت الا وصلتي حتى لهنا يمكن غتكوني كتفكري اشنو نقدر ندير، وانا كنفضل بعدا نقول لك اشنو كيدير فيك هذا النوع ديال الصمت، لان بزاف ديال العيالات كيحسوا بهذا الشيء اللي غنهضروا عليه، لكن يمكن ما كيربطوش ما بين هاد الاحاسيس وبين الصمت العقابي. حيت هاد الصمت العقابي لا كيدير لك ادمان. هي كيف ما سمعتي هاد الديناميكيه كتخلي عقلنا كيميائيا تيدمن عند هذا الانسان، كيغيب عندنا الادراك، ويمكن الوقت اللي غادي تحلي عينيك يكون فات الفوت. شنو كيوقع فيك انت من الداخل؟ الثقه في النفس كتهز شويه بشويه، كتولي تشوفي راسك قليله، كتولي تقولي ويمكن انا اللي ما نسواش، يمكن انا المشكل،
بل كاين شي مرات كتولي انت متيقنه انك انت المشكل، ومع الوقت كتولي الشوفه ديالو ليك هي الميزان اللي كتوزني به راسك وسلوكك وحياتك. كتنساي تسولي راسك ياك ما هو اللي ما لايقش ليا، وكتعلقي غير في السؤال ياك ما انا اللي ما نستاهلوش. وشي مرات كتقنعي راسك بانك فعلا ما مزياناش وما تستاهليش، وبانك سبب في كل المشاكل. كتولي الوقت كامل خايفه تخسريه، فاش كتولي ما كتعرفيش واش جاي ولا غادي، واش باقي كيبغيك ولا لا. كتولي تخافي تهضري، تخافي تعبري، تخافي تقولي لا ما عجبنيش هاد التصرف، حيت عقلك عاقل مزيان على الالم ديال المرات اللي سكتي فيها وخلاك تحرقي اعصابك بوحدك. كتقرري دوزيها بشريبه د الماء باش ما يمشيش، تخافي ترفضي اللي طلبوا منك لحقاش دقتي حرقه ديال انه يمشي عليك. لكن في الحقيقه اللي كيمشي شويه بشويه هو احترامك لراسك. زيدي عليها كتنقص الثقه ديالك في القرارات ديالك، كتولي تهربي من اي موضوع ممكن يزعجه واخا يكون عندك فيه الحق. هاد التعامل كيخلق دورة الألم والراحة، كتولي ذاتك قلبك دماغك كاملين كيدخلوا في واحد الحالة ديال الطوارئ بلا ما تحسي. كتولي تسني منه غير الإشارة، كتسني كلمة، كتخافي من كل سكات ولو كان صغير وطبيعي. كيولي حتى الصمت ديال 5 دقائق كتحسي به بحال نهاية العالم. ملي كيسكت كتولي تحرقي وتوجعي، كتنعسي بالدموع. ملي كيرجع يهضر معاك كتحسي براحة كبيرة بحال الا رجع لك النفس. هنا الدماغ ديالك كيتعلم واحد الخلطة خطيرة، كيولي كيفكر بأن الألم ديال الصمت هو الثمن باش نحس بالحب من بعد. يعني اللي يأذيك عادي، أولا اللي يأذيك مزيان في سبيل أنك غتحسي براحة وبتقدير وبحب من بعد. وهذه هي المصيبة. الصمت العقابي كيتلفك على راسك، من الآخر ما كتبقايش انتي، تتولي عايشة حياتك غير باش هو ما يتعصبش، ماشي باش انتي تكوني مرتاحة وواضحة مع راسك، ولا تكوني في علاقة صحية سليمة مع إنسان اللي كيبغيك كيقدرك كيخاف على مشاعرك كما انتي كتبغيه وكتقدريه وكتخافي على مشاعره. ايوا في نظرك لالا شنو خاصك ديري مع الصمت العقابي؟ الا وصلتي معايا حتى لهنا تقدري توقفي الفيديو وحاولي انك تقولي لي في التعليقات شنو في نظرك الحل ملي تكوني كتعيشي الصمت العقابي. اول حاجه خاصك تعرفي المشكل وما تلوميش راسك. قبل ما تقولي انا المشكل وقفي وسولي راسك، واش هذا السلوك عادل؟ واش انا في هذه العلاقه كنلقى راسي محترمه؟ واش انا في هذه العلاقه كنلقى راسي مقدره؟ وما تخافيش انك تسمي السلوك. الصمت العقابي عارفينه انه ماشي حب وماشي تضحيه، غير هاد الجزئيه نتاع انك تسميه بسميتو اصلا غادي يعطيك قوه باش تبداي تاخدي قرارات واعيه، تاخدي قرارات عن وعي بان راه هاد الانسان هاد المساله اللي كيمارس عليا هي الصمت العقابي، وانا راه عارفه شنو هو الصمت العقابي، عارفه شنو غادي فينا يقدر يوصلني هاد الصمت العقابي، وشنو ما كانت درجه التعلق ديالي بهذا الانسان. تعلقي براسي اهم، صحتي النفسيه اهم، راحتي اهم، كرامتي اهم. ثاني خطوه حطي حدود واضحه. كنبغي هذا الانسان متعلقه به لمصلحتي ومصلحته، ان العلاقه ما تبقاش مبنيه على نسكت انا باش ما يسكتش هو. من حقك تقولي شنو كتفكري به، من حقك تقولي انا ما كنقبلش بهذه الطريقه في التعامل. الا عندك مشكل نهضروا عليه ماشي نهربوا بالصمت. الا كان صعيب عليك تهضر دابا معليش نتفقوا على واحد الوقيت نجلسوا نهضروا كناس كبار واعيين عارفين شنو بغينا. الا بقى متمسك بهذا الاسلوب هنا كتولي القضيه واش انت باغا علاقه صحيه اللي تكون فيها مرتاحه
ولا غير بغيتي تسمع لك علاقة بالسالب. وثالث خطوة وأهم خطوة في الحل هي تركزي على راسك. قراي، ديري الرياضة، خرجي تمشاي، شربي كويس كدا تاي في الشميشة، سمعي القرآن، ديري الدعاء، الذكر، دوزي وقت مع عائلتك مع صحاباتك، ديري حوايج اللي غادي يقدروا يرجعوك لراسك، ديري اي حاجه تخليك متصله مع راسك. الفكره هي ما تخليش الصمت ديالو يق منك نهارك وحياتك. ما تتبعيهش، ما تحاوليش ترجعيه، عطيه مساحه ديالو باش يقدر هو نيت يعرف اشنو باغي ويخدم على راسو. كما اتفقنا من قبل، انتي عندك مسؤوليتك في هذه العلاقه، هو عنده مسؤوليته. مسؤوليتك انك تقدري راسك وتحمي راسك، ومسؤوليته هو انه الا كانت عنده شي خدمه اللي غادي يدير على راسو هو المسؤول عليها. كانوا عنده عقد، كانوا عنده سلوكات غير صحيه، هو المسؤول عليها، وهو اللي خاصو يعرفها، وهو اللي خاصو يداويها. لالات العيالات، الا وصلتي لهنا راه غالبا قلبك تحرك، يا حيت عشتي هاد الشيء يا حيت خايفه تعيشيه. الصمت العقابي ماشي طيبه منك تسكتي عليه، وماشي تفاهم منك انك تبغي تبرريه. هاد السلوك عنف نفسي، حتى واخا ما فيه لا غوات لا ضرب. قولي لنا في التعليقات واش عمرك عشتي هاد النوع ديال الصمت؟ كيفاش كان الاحساس ديالك هذاك الوقت؟ الا حسيتي بلي هاد الكلام لمس على شي جرح عندك، شاركي معنا في القناه وفعلي الجرس، وكوني معنا في الحلقه الماجيه غادي نهضروا فيها علاش انتي بالضبط طحتي في علاقه من هذا النوع. واي امراه عرفتيها طايحه في هاد الدوامه شاركي معها هاد الفيديو وخليها تعرف بلي صوتها مسموع، وماشي مجبوره تعيش مقموعه وسط الصمت ديال واحد اخر. ولالات العيالات، تفكري ديما قوتك، ضعفك، وكل شي فيك زوين.